ايه الحلاوة والجمال ده يا بنتي يا أمنية، قسما بالله كانت خطيرة وكان طعمها يجنن، وناشفة في الصوص بتاعها كده، وكان طعمها لذيذ بطريقة، وكانت مستوية سوي مهرية، كانت تحفة وفي منتهى الجمال. تعالوا يلا بينا نشوف الطريقة وهتعجبكم جدا جدا وهتحبوها جدا. ويلا بينا نشوف الطريقة يا حبايب قلبي ويا رب تعجبكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وتكونوا في احسن حال. وحشتوني جدا جدا جدا. وطبعا اللي بيتابعني من داخل مصر ومن خارج مصر منورينه ومشرفينه وعلى دماغي، واخواتي وعيلتي التانية ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي ويخليكم ليا يا حبايب قلبي يا رب، وما يحرمنيش منكم ابدا. يلا بينا يا بنتي يا أمنية، انت عملتي ايه وجبت ايه وعملت الخلطة ازاي؟ هنا جبت الكبة بتاعتي، وهنا جبت بصلتين كبار كده قطعتهم 4 تربع، وطماطميتين كبار كده قطعتهم 4 تربع، وقرنين فلفل رومي وقرن فلفل حامي، وعصرت ليمونة او ليمونتين. دي يا جماعة خلطة هتتضرب كلها في الكبة، وهنحط شوية على البطاطس والحاجة اللي احنا نعملها، وهنحط شوية على الفراخ. بجد كانت مخلية طعم الفراخ في منتهى الروعة. وكان عندي مرقة دجاج في التلاجة حطيتها معاهم برضو، مع ان انا ما كنتش محتاجاها، بس انا قلت هتدولهم طعم حلو وهتبقى حلوة. وفعلا هي ده الطعم جميل. وهنا حطينا معلقة توم كده مهروسة، وهنحط بقى شوية زيت حلوين كده. وهنحط برضو شوية خل، هنحط معلقتين خل حلوين كده برضو. دي خلطة يا جماعة هتخلي طعم الفراخ في حتة تانية، اقسم بالله في حتة تانية. كان عندي دبس رمان حطيت برضو منه معلقة حلوة كده. دبس رمان في الفراخ او اللحمة بيدي طعم لذيذ وبتبقى حلوة جدا. هنا بقى نزلت بالملح، ونزلت برضو بالفلفل الاسود والبهارات الكاملة 7 بهارات. كان عندي 7 بهارات، وكان عندي بهارات تانية كده كنت جايباها من الصعيد. حطيت منها شوية، يعني بهارات نوع وبهارات نوع، حطيت من دي شوية ومن دي شوية، وحطيت معلقة فلفل اسود، وحطيت الملح. واي بهارات عندك حطيها، يعني ما تبخليش، اي بهارات عندك في الخلطة دي حطيها، مش هتضر في حاجة. وحطيت شوية كمون، وكان عندي جوزة الطيب بشرت منها كده حاجات بسيطة كده تديلها برضو طعم حلو. وكان عندي برضو ايه تاني، مستكة وحبهان برضو حطيت منها برضو ايوه حبتين كده. وهنحط ورق رورو يا حبايب قلبي. زي ما انا بقول لكم اعملوا بالظبط بجد، والله العظيم الخلطة دي كانت في منتهى الروعة، ولا كانت مرة ولا اي حاجة خالص، كانت في منتهى الروعة، والله كانت جميلة. كان عندي كزبرة حطيت شوية منها برضو. هنا بقى اللحظة الحاسمة طبعا، هنبتدي نضرب في الكبة وهقول لكم هتبقى عاملة ازاي. والله العظيم يا جماعة كانت في منتهى الروعة، صدقوني جربوها ومش هتندموا عليها، كانت في منتهى الجمال، كان طعمها خطير. هنا طبعا هنضربها يعني نفرمها كويس عشان ما يبقاش فيها تكتلات ولا فيها اي حاجة. هي محطوط لها كل الحاجة اللي عندي في البيت، ولو انت عندك زبادي وعايزة تحط لها زبادي حط لها، عندك حاجات يعني فايضة عندك وكده حط لها عادي، مفيش اي مشكلة. هنا كانت اتعملت معانا بصوا عليها كده تحفة، والله يا جماعة كانت جميلة وكان ريحتها اصلا حلو. هنا طبعا قشرت البطاطس وقطعتها شرايح زي ما انتوا شايفينها كده. وكنت انا اصلا كانت الفرخه دي عندي بس كانت في الفريزر، فانا مرضتش اعملها شوربه، فقلت انا هعملها في صينيه بطاطس وخلاص. فانا غسلتها ونقعتها ورجعت غليتها على النار بليمون، يعني عشان تكونوا عارفين انا غليتها بليمون، لان طبعا انا زي ما انا قلت لكم يعني بقالها برضو فتره في الفريزر، فانا بحب اطبخ الفراخ تكون طازه. فانا عملتها كده وقطعت شرايح فلفل وقطعت شرايح بصل، قلت هيبقوا تحت الفرخة كده علشان الفرخة ما تتلسعش وكده، فانا قلت يبقوا تحتها. حطيت شوية من التتبيلة اللي انا عملتها وسبت شوية للفراخ، وهنقلب دول في بعض زي ما انتوا شايفين كده. والله يا جماعة كانت جميلة، كانت خطيرة،
اللي لسه معايا لحد هنا ما ينساش يصلي على النبي، وما تنسوش تحطوا اللايك وتكتبوا لي كومنت حلو يفرح قلبي، وتشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم حبايب قلبي وتكون بتفيدكم باي حاجه. بجد انا مش عارفه اقول لكم ايه، بس انا نفسي ان انتوا تتجدعنوا معايا شويه، لان القناه بايظه معايا خالص، وانا عارفه ان انا قصرت في اللايفات، بس والله غصب عني سامحوني. ده كان غصب عني والله. بس باذن الله هنبدا نرجع نفتح لايفات كتير زي الاول، وهنشتغل وهنبقى كويسين جدا باذن الله. هنا طبعا نزلت بالخلطه زي ما انتوا شايفينها كده. هفضل همسك بقى الفراخ، اعمل فيها كده زي ما انتوا شايفينها. يعني ايه، لازم نخلي الخلطه تخش جواها كده وتدي طعم. لو انت عندك بقى الفراخ طازه وجايباها طازه اعمليها كده عادي، من غير ما انت تغليها او تسلقها او كده. بس انا سلقتها علشان خاطر هي كانت في الفريزر، فحبيت ان انا اسلقها بصراحه. انما بقى لو انت جايباها طازه وعايزه تعمليها كده اعمليها بنفس الطريقه، ده هتبقى في منتهى الروعه. في فرق لما بتكون الفرخه طالعه من الفريزر، وفي فرق اما بتكون طازه. هنا بقى كنت انا قلبتها في بعضها كده، وحطيت لها نص كوبايه ميه في الجنب كده علشان طبعا ما تتلسعش معايا. وهنحطها على البوتاجاز شويه، وبعد كده هننزلها في الفرن، وهوريلكم الشكل النهائي في الاخر. كان في منتهى الروعه. وهتدخلها في الفرن على درجه حراره 180. هتقعد معاكي ساعه، اقل من الساعه على حسب الفرن بتاعك، يعني ظروفه بس انا الفرن بتاعي يعني تعبان شويه. انا ما بخبيش عليكم حاجه، انا بقول لكم كل حاجه. يلا بينا بقى اوريكم الشكل النهائي. بجد يا جماعه كانت في منتهى الروعه، ما كنتش اعرف ان هي هتطلع بالحلاوه وبالجمال ده. بجد كانت خطيره، والبطاطس كانت بصوا مستويه. انا حبيت شوفوا انا حبيت اوريلكم بالمعلقه ان انا ما بكذبش عليكم، يعني بوريكم النتيجه كانت في منتهى الروعه. دي كانت لسه طالعه من الفرن، بجد خطيره. وكانت البطاطس مستويه جدا، والفراخ كانت مستويه جدا. بصراحه كانت في منتهى الروعه، وانا هستمر عليها واعملها كده على طول، وانتوا اعملوها على طول هتعجبكم جدا. طبعا اللي لسه معايا لحد هنا ما ينساش يحط اللايك ويشترك في القناه ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. هنا بقى كان الصوص بتاعها نشف خالص، بس احنا اصلا بنحبها كده. يعني انا ما بحبش يكون فيها صوص ميه وكده، يعني بحب تكون ناشفه. هي يعتبر يا جماعه معموله في عرقها، لان ضيف لها يعني اقل من نص كوبايه الميه كمان، يعني حاجه بسيطه جدا. طبعا عشان الاولاد عملت لهم مكرونه سباكيتي زي ما انتم شايفينها، تستاهل بقكم، مفلفله وكان شكلها في منتهى الروعه، تعجبكم جدا. وهنا بقى الفراخ كانت معانا. ايه رايكم بقى في الجمال بقى والاكله الجميله دي، الاكله المصريه الشعبيه، تستاهل بقكم. صينيه بطاطس بالفراخ ومعاها مكرونه سباكيتي، تستاهل بقكم يا حبايب قلبي. ما تنسوش تصلوا على النبي في الكومنتات، واكتبوا لي كومنت حلو، وحطوا لي لايك، واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. ويا رب اكون عند حسن ظنكم، ويا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم وبتفيدكم باي حاجه يا حبايب قلبي. ويا رب يجعلني اكون خفيفه على قلوبكم يا رب يا رب. بس اتمنى من اخواتي ان انتوا تتفاعلوا معايا عشان انا بتعب جدا. متنسوش تحطوا اللايك. باي.